ان شاء الله انا 2026 سي ام اي. انت قلت من شويه اللي خلاني اختار السي ام اي ان هو قماشته واسعه بالبلدي، يعني ان انت تقدر توظف الاكسبيرينسز دي في اي مكان انت عايزه. والله نهاية 26 نكون جنب الاسم سي ام اي. لان السوق حاليا هياكلك. حبيت طريقة حضرتك قوي في الحل. وان شاء الله 2026 اكون سي ام اي ان شاء الله. ان شاء الله 2026 ابقى سي ام اي باذن الله. لو اتعلمت كل يوم معلومه ولو صغيره هتنام راضي عن نفسك. وان شاء الله بحلول نهايه 25 ان شاء الله نكون سي ام اي مع الزملاء والزميلات ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ناجحين في الدور دي ان شاء الله. ان شاء الله سي ام اي 26. معك يزيد المالكي، تخرجت سنة 2020 من جامعة الإمام. أنا سعيد والله يا أستاذ محمود، كوني من هالمجموعة. توفقتني بعد أني سجلت معك. أستاذ أكثر من رائع، شرح واضح، كفيت ووفيت. إن شاء الله نهاية 26 نكون جنب الاسم سي ام اي. معكم محمد زكريا، اي ار يعني كوميرشال سينيور اناليست في لقناه الهول سيل شانل. بامل من الله ان شاء الله في 2026 باذن الله ابقى سي ام اي ان شاء الله. باسل عبد الله من الأردن، من الجامعة الأردنية. أنا إبراهيم العمودي، خريج 2015 بالرياض. أنا طبعا اشتغلت هنا في حتة الأصول الثابتة. احنا اليوم نعمل استشارات اخوي محمود للشركات والجهات الحكوميه end to end سايكل، وان شاء الله بحلول نهايه 25 ان شاء الله نكون سي ام مع الزملاء والزميلات ان شاء الله. مع حضرتك عماد حمدي ان شاء الله انا 2026 سي ام اي. انا ادم يعقوب عبد الله، خريج جامعه النيلين القاهره فرع خرطوم سابقا. ان شاء الله كلنا ناجحين في الدور دي ان شاء الله. انا عمر شوقي، عندي 26 سنه، خريج الجامعه الكنديه 2022. فعجبني بصراحه شرح حضرتك جدا، طريقه التوصيل للمعلومه. ان شاء الله 2026 ابقى سي ام اي باذن الله. شيخ محمد، انا من دوله الامارات. استاذي انا خريج سنه 2020 وهنا اللي اشتغلت باليمن سنتين بمجال الصرافه. ان شاء الله على ايدي ننطلق على السي ام اي ان شاء الله. اسمي شجاع عبد الرزاق، من سوريا. حبيت طريقة حضرتك قوي في الحل، مجهود جبار والله، وحضرتك جزاك الله كل خير. والواحد بقى يعني عنده امل ان شاء الله ان ربنا يكرمه بالسي ام اي. انا اسمي محمد علي، خريج تجاره 2003 جامعه سوهاج، وان شاء الله 2026 اكون سي ام اي ان شاء الله. أنا أحمد، خريج محاسبة. الحمد لله رب العالمين. أنا أول الكلية الحمد لله أسست النظام المحاسبي حقها كله. أخوك محمد عاطف، خريج تجارة إنجليزي جامعة زقازيق. حان الوقت إن إحنا ننتقل لمرحلة أعلى إن شاء الله على إيدك، يعني بإذن الله نكون سي ام اي. احنا في تحدي واحنا في رحله كلنا هنستمتع بيها. الفايده الاكبر هي معرفتي بيكو ومحمد عاطف. ان شاء الله 2026 سي ام اي ان شاء الله. فهد زغان، انا مصري شغال في السعوديه، ريجونال فاينانس كنترولر للمنطقه الشرقيه. اولا اشكر لك يا دكتور استاذي، الله يطول بعمرك، المحاضرات اللي قدمتها والفرصه اللي اعطيتنا المره هذه. فان شاء الله ان يكون على يدك التوفيق وتكون سبب جيد لنا ان شاء الله في تجاوز السي ام اي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دفعه 2005. هو طبعا كان الاقتراح بتاعه ده هو اللي وصلني لحضرتك. انا اسمي احمد الصاوي، اي تي مانجر في جروب متكونه من 14 ليجل انتيتي. الباك جراوند بتاعتي فاينانس، بس عملت كارير شيفتنج من حوالي 6 سنين، لاني كنت اوراكل كونسلتنت لاي بي اس وفيوجن. بشرت على 18 بروجكت في للرول اوتس للفيوجن فيرجن. انت قلت من شويه اللي خلاني اختار السي ام اي ان هو قماشته واسعه بالبلدي، يعني ان انت تقدر توظف الاكسبيرينسز دي في اي مكان انت عايزه. بالنسبه للسوفت وير والاي ار بي سيستمز عامه، يحتاج قوي من الشخص اللي بيعمل الاناليسز والبيزنس اناليسز ان يكون فاهم فاينانس كويس قوي، يكون فاهم ديب ديتيلز، لانه بيتكلم في الاول وفي الاخر مع فاينانشال مانجر، والمفروض انه يكون على نفس المستوى بتاع الفاينانشال مانجر عشان يقدر يميت الاكسبكتيشن. انا محجوب عبد الله، خريج محاسبه 2020، والحمد لله ان شاء الله سي ام اي 26. انا علي عميره، محاسب مالي وتكاليف، خريج 2015. حضرتك قلت كلمه كويسه جدا، قلت ده مشروع تعبت فيه، صرفت فيه من وقتك ومجهودك وبذلت مجهود، تطلع باقصى استفاده. طالما دخلت كورس زي ده، هو ده مشروعك. انت قررت انك تستثمر في نفسك. عايز تنجح هتنجح، عايز تاخد مهارات كويسه، عايز تثقل مهاراتك، لا قوم شويه. لو اتعلمت كل يوم معلومه ولو صغيره
هتنام راضي عن نفسك، لان السوق حاليا هياكلك. البني ادم معلومه. ان شاء الله CMA 26. معاك محمد الطفاص دفعة 2012 20 سي ان شاء الله. عمر حسن من اسكندرية. يعني على نص كده اخر بإذن الله. 2026 معاك الشهاده ان شاء الله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله. معكم محمد شاكر. عبد الرحيم محمد، شغال في شركة عقارية. عجبتني جدا طريقة حضرتك، بتفكرني بدكتور بصراحة كان يديني في أيام تجارة إنجليش، يعني كان يوصل المعلومة بطريقة ممتازة. عملت كلية تجارة أسيوط يعني حاليا يعني.